السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشتركاتي الأعزاء، نتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا بخير. واللي مازالوا ما اشتركوش في قناتي وزاروني لأول مرة، نطلب منهم أنهم يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل ما هو جديد على قناتي، خصوصا إذا عجبتهم هذه الوصفة تاع اليوم الجد اقتصادية، اللي هي عبارة عن 3 وصفات. وصفة غاناش مونتي بذوق الشوكولا بدون شوكولا وبدون كريمة سائلة، وجينواز 20 سنتيم ب4 بيضات فقط، وعندنا جلاساج مغوار بدون حليب محلى بدون جيلاتين وبدون كريمة سائلة. تابعوا فقط هذا الفيديو خطوة بخطوة وراح يجيكم من أرخص وآلة لي لاير كيك اللي راح تجربوهم. وراح نبدا لكم مباشرة بمقادير الجينواز الناجحة 1000%. لأنا عندي كأس ونصف من الفرينة مخلطة معها ملعقة من الكاكاو، كأس إلا ربع من الخميرة الكيميائية، عندي كأس ناقص إصبع من السكر والقليل من الفانيليا و4 بيضات. الكأس اللي كيلت به عفوا الفرينة هو نفس الكأس اللي كيلت به السكر، وهو الكأس اللي يرفد 220 مليلتر. راح نحط البيضات نتاعي ونضيف عليهم رشة ملح، نحطهم في ان بول ولا ان ريسيبيون، وراح نضيف عليهم رشة نتاع الملح وندربهم بالباتور. ندربهم عفوا بالباتور حتى يبدا يدير هذه الرغوه اللي راكم تشوفوا فيها. في هذيك اللحظه راح نخلطوا الفاني مع السكر، ونبداو نضيفوا في هذاك الكاس ناقص اصبع تاع السكر، نضيفوه تدريجيا على 5 دفعات او 4 دفعات حتى نكملوه كامل. والبيض ضروري انه يكون بحراره الغرفه، واذا كنتوا عفوا جبتوه من الثلاجه ما تحطوهش في الماء دافي. بزاف اللي يطيحوا في الخطا هذا تاع انهم يحطوا البيض في الماء دافي باش يسرعوا عمليه التسخين تاع البيض، لكن نقول لكم لهنا البيض تاعكم راح يفسد وماوش حتصلح لكم، سواء الا درتوا مايونيز ولا ميرينغ ولا جينواز ماوش راح يطلع لكم هذاك البيض ومش حيعطيكم نتيجه مليحه ابدا ابدا. لهنا كيما راكم تشوفوا راني قاعده نقسم في هذيك الكميه تاع السكر على دفعات ونبقى نخلط. وبعد ما خلصت هذيك الكميه تاع السكر راح نبقى نخلط هذا الخليط حتى شوفوا راح يحكم لكم من 10 الى 15 دقيقه وانتم تخلطوا فيه. انا لهنا كان الجو بارد لانه الثلج كان برا، المطبخ تاعي انا بارد. مام البيضات جبتهم بواحد 3 ساعات قبل من الثلاجه، بصح ما دفاوليش بزاف. شوفوا انا حطيت لهنا بماغي، ما لازمش الخليط تاعكم يقيس الماء، لازم يقيس هذيك لا فابور فقط تاع الماء. وتبقاو تخلطوا باش نسرعوا عمليه الخفق نتاع البيض تاعنا هذا. شوفوا شغل ميرينغ لازم تحصلوا على هذا القوام اللي يكون متماسك جامد، تبقاو تضربوه حتى توصلوا لهذا القوام. من بعد واش ندير؟ راح نخلط هذاك الكأس ونصف من المزيج تاع الفرينة مع الكاكاو، نخلطه مع كيس الا ربع من الخميره الكيميائيه اللي هي عفوا حوالي 7 أو 8 غرام. نخلطهم وراح نضيفهم على المزيج الاول تاع البيض والسكر بالتدريج. انا هنا فقط حبيت نكيلكم باش تاكدوا بلي راهو كأس ونصف. واللي يحبوا عفوا المقادير بالجرامات، شوفوا لهنا كل بيضه ديروا معاها 35 غرام من الفرينه. في الاخير المزيج تاعكم تنحيوا له ملعقه تاع الفرينه وتعوضوها بالكاكاو. نبقاو نضيفوا هنا تدريجيا ونخلطوا بطريقه تكون شوفوا عفوا لهنا انا ضفت هذا المنكه اللي هو عباره عن شوكولا كيندر، ذوق شوكولا كيندر، راح يمد للخليط تاعي، راح يمد له بنه هايله. وتخلطوا بهذه الطريقه من الاعلى من الاسفل الى الاعلى بالعقل. انا هنا الفيديو راني مسرعته، نتوما تخلطوا غير بالعقل باش ما يهبطش هذاك الهوالي في المزيج تاعنا تاع البيض. انا هنا فقط راني مسرعه الفيديو، كنت نخلط غير بالعقل. ونبقى نضيف هذاك الخليط تاع الفرينه بالتدريج حتى نكمل الكميه كامله. انا حبيت هنا نصور لكم باش تشوفوا فقط كيفاش نخلطوا. ما لازمش نهبطوا الهواء تاع لا جينواز لانه سر نجاحها في هذاك الهواء تاع البيض اللي فراه في البيض لداخل. راح نضيف الكميه الثانيه هذه اللي هي عباره عن نصف كاس. شوفوا
وضروري اننا نغربلو الخليط تاعنا. باش يدخل الهواء بين الحبيبات نتاع الفرينه. هنا عندي هذا المول انا جبته تاع 20 سنتيمتر، كنت دهنته بالزبده وغلفته بورق الزبده. علاش دهنته بالزبده؟ باش يلتصق هذاك ورق الزبده فيه وما يتحركليش من بلاصتو. انا لهنا واش راح نحط؟ حنحط ثلثين تاع الخليط، ونخلي ثلث راح نديرو وحده، لانه هاد الثلثين كي راح نديرهم بعدا راح نقسمهم على 2، راح نديرهم طبقتين. المول تاعي هذا كيما راكم تشوفوا فيه راهو صغير ما يهزش بزاف، اللي عندها واحد السما اكثر من هكا عالي عليه تحطوا مباشره الخليط تاعها. لهنا هاد الجينواز راح تعطيني 3 طبقات. هذه الاخيره اللي بقات لي في الغيسيبيون راح نخليها ونديرها طبقه وحدها نطيبها. نحطوه في فرن يكون مسخن من قبل على درجه 180 درجه، وما تفتحوش نهائيا حتى تفوت ربع ساعه. هذه لاجينواز حكمت لي حوالي 20 او 23 دقيقه بالضبط. شوفوا ما تشوفوا فيها العجينه في المنتصف ما حبتش ترتفع ولا ما حبتش تطلع لكم، عادي ما تقيسوها ما تحلوها، خليوها فقط تكمل طيابها في راحتها. كما قلت لكم 180 درجه خليوها وما تحلوش عليها الفرن ابدا ابدا حتى تفوت ربع ساعه باش تقدروا تستويوها بالعود تاع الشواء. تشوفوا العجينه الا نشفت ولا لا. وانا هنا راح نزيد نحط هاد الكميه اللي بقات لي اللي هي الطبقه الثالثه تاع لاجينواز. هذه خدات لي عفوا ربع ساعه في الطياب تاعها. انا فقط المول تاعي هذا صغير، مام الفرن اللي عندي كهربائي صغير موش عالي بزاف، عليها ما نقدرش ندخل فيه المول تاع لاير كيك. لهنا عندي 3 كؤوس من هذا الكاس تاع 220 مليلتر تاع الحليب، ومعهم كاس الا اصبع من النشاء، معهم 4 ملاعق كبار تاع السكر و3 ملاعق كبار تاع عفوا الكاكاو. الكاكاو ضروري جدا انه يكون من النوعيه الممتازه والنوعيه الجيده. وهذاك الكاس الى ربع تاع المايزينا او النشا هو عباره عن 4 ملاعق كبار يكونوا مملوئين جيدا، و3 كؤوس راح يعطيونا حوالي 660 مليلتر نتاع الحليب. راح نحطوهم على نار متوسطه حتى يتقال الخليط تاعي لهنا بشكل جيد كيما هكا كيما راكم تشوفوا. راح نحطوه على جنب نخليه يبرد. عفوا انا هنا كذلك ضفت له هذا المعطر عفوا العطر الشوكولا كيندر. هذا العطر يجي بنين بزاف بزاف بزاف، هو اللي يمثلكم بنه الشوكولا، لكن ضروري انه الكاكاو تاعكم يكون من النوعيه الجيده. النوعيه الجيده انا لهنا نستخدم كاكاو العصفور، هو اللي يعجبني، احسن نوع تاع كاكاو جربته يعطيني ذوق الشوكولا الحقيقي. هنا انا كنت حضرت كريم شانتيي اللي هي كاس شانتيي مع كاس حليب بارد مع نصف ملعقه كاكاو، طلعتها جيدا. وهنا بعد ما برد الخليط الاول تاعي برد تماما راح نخلطهم مع بعضهم. وهذه هي لا غاناشمونتي تاعي الاقتصاديه اللي كنت قلت لكم عليها. صدقوني انها بنينه بزاف، لكن ضروري كما قلت لكم الكاكاو يكون من النوعيه جيده، لانه الذوق تاع الكريمه تاعك يتحكم فيها الكاكاو. كذلك هذاك العطر شوكولا كيندر راح يمدلك ذوق رائع جدا في الواحد تاعك. صدقوني انه جميع واحد ذاق هاد لاطاقت هذه حسبها مخدومه بالشوكولا وبالكريمه سائله، ما تقدروش تفرقوها وتقولوا بلي مش مخدومه بالشوكولا ومخدومه فقط بالكاكاو. لكن جودة يعني المنتوجات اللي تخدموا بهم راح تلعب دور كبير. كذلك الكريم شانتيه انا نخدم بالبلونش نيج، هي نوعية ممتازة. ندخلوهم في بعضهم هكا، انا نحب نخلطهم بالباطور وراح نحطهم في المجمد لمدة نصف ساعة حتى يحكموا روحهم مليح، لانه هذيك الكريمه الاولى تاعي ما كانت عفوا ما زالت دافيه. انا هنا جبت لاجينواز تاعي راح نقطعها بهذه الطريقه بالسكين تاع المنشار، رغم اني ما خليتهاش تبرد فقط واحد نصف ساعه فقط. شوفوا عطاتني نتيجه رائعه، جينواز هايله خفيفه تهبل. هنا راح نجيب هاد البلاطو راح نحضر فوقه الكيكه تاعي. ها هي لا غاناش مونتي كيفاش الشكل تاعها بعد ما تجمدت، يعني حوالي نصف ساعه حكمت روحها في المجمد. هنا انا حضرت سيرو اللي هو عباره عن كاس ماء مع نصف كاس تاع السكر، وضفت لهم هذاك عطر كيندر شوكولا، وراح نسقي به الجينواز تاعي. نسقيوها بشكل جيد، لازم نسقيوها مليح ما تجيناش ناشفه، خصوصا هذوك الحراف. وراح نحط كميه لازم تكون مليحه، لازم نديرو طبقه عاليه تقريبا بنفس العلو تاع طبقه الجينواز.
طبقه من هاد الكاناش مونطي اللي كنت حضرتها لكم بدون شوكولا، صدقوني بنينه بزاف بزاف بزاف. نحاول اني نيطاليها هكا شويه بهاد لا سباتول، وراح نزيد نضيف طبقه اخرى. انا هنا هذه الطبقه تاعي راح نزيد نشربها مليح. يعني كل طبقه تحطوها لازمكم تشربوها مليح باه ما تجيش لا طاغ تاعكم ما تجيش ناشفه. وراح نزيد نحط كميه لا باس بها، كثروا الكريمه لانه هاد الكريمه راح تكفيكم لا طاغ كامله اللي درناها. هي كميه لا باس بها يعني مليحه. حاولت اني نسرع لكم الفيديو قدر الامكان. وراح نزيد نحطو الطبقه الثالثه ونحطو فوقها طبقه ثاني مليحه من الكريمه. عفوا نشربوها الصف الاول ونضيفوا عليها طبقه مليحه تاع الكريمه، ونزيدو نغلفو الكيكه تاعنا على الجناب. حبيتكم تشوفوا المراحل بالتفصيل، في نفس الوقت سرعت لكم الفيديو قدر الامكان. نزيدو نحطو الكريمه هكا بلا بوش، نحطوها على الجناب، ونحاولوا اننا نملسوها هكذا بلا سباتول. لهنا راح نحضر هذاك لو كلاصاج ميغوار اللي قلت لكم عليه، اللي هو عباره عن شوفوا ملعقتين نتاع الكاكاو واربع ملاعق تاع السكر، ولهنا عندي 200 مليلتر من الماء. انا الكاس تاعي هذا يهز 240 مليلتر، لذلك حطيت كاس الا ربع. راح نحطوهم على النار يغليو. لازم شوفوا الخليط تاعنا في الاول على المزيج راح يكون يغلي بهذا الشكل، يدير هاد الرغوه الفاتحه. لازم نستناو حتى تروح خلاص تماما هاد الرغوه اللي في لونها فاتح، وتولي هاد الرغوه كما راكم تشوفوا لهنا اللون تاعها غامق. حنخلي الخليط تاعي حتى يعقد شويه ساعه ونطفي عليه النار. راح نضيف له ملعقه من الزيت ونمزج بشكل جيد بسرعه نخلطو. ها هو المزيج تاعي، لكن انا عفوا هنا صراحه انا استخدمته هو دافي. نتوما خليوه حتى يبرد تماما، حطوه في الثلاجه باش يعطيكم نتيجه رائعه. كي حاولت نديرو لهنا على الجناب كان مازال ما تماسكش. خليوه حتى يبرد مليح يحكم روحه باش تقدروا تستخدموه. وهنا راح نحط الكناش تاعي من الاعلى. انا لهنا الكناش هذا اللي حطيته من الفوق اللون تاعو فاتح، لاني زدت ضفت له الخليط تاعي، ضفت له القليل من الكريمه الكريم شونتيي باللون الابيض هكاك، ما مخلطاش بالكاكاو لاني حبيت نديرها باللون فاتح. وهنا راح نحطوا الكلاصاج ميغوار تاعنا ونحاولوا ان نحركوا الكيكه هكذا باش يتماشى للاطراف. وحطوا الكيكه تاعكم في الثلاجه حوالي ساعه ولا، ومن بعد تصبح جاهزه للتقديم، يعني حتى تماسك الكريمه مليح. فوالا. وهنا الكيكه تاعنا راهي ولات جاهزه، فقط هذاك التزيين من الاسفل حبيت نزينها. صدقوني انها كيكه لذيذه جدا 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 وجد اقتصاديه. اللي يذوقها والله العظيم يكذب اللي راهي ما فيهاش شوكولا، ما فيهاش كريمه سائله، ما فيهاش هاد المواد الغاليين. نتمنى ان شاء الله انكم تدعموني بالاشتراك اذا عجبكم المحتوى تاع القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.